تأثير ثورة الفلاحين بأوروبا على صادرات المغرب الزراعية. شهدت حوالي 10 دول أوروبية احتجاجات الفلاحين رفضا لما اعتبروه منافسة غير عادلة بينهم وبين الموردين من خارج أوروبا كالمغرب. في إسبانيا هاجم الفلاحون الشاحنات القادمة من المغرب المحملة بالمنتجات الزراعية وقطعوا الطرق السريعة بجراراتهم. قالت صحيفة لارازون الإسبانية أن غضب المزارعين الإسبان الذي أدى بهم لمهاجمة الشاحنات كان بسبب عدم احترام المغرب لنفس معايير الجودة التي يشتغلون بها واستعماله لمبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي حسب الصحيفة. وأضافت: الاتحاد الأوروبي استورد بين يناير 2023 وشهر دجنبر فواكه وخضروات بقيمة 1.83 مليار يورو، مما يجعل المغرب المورد الرئيسي لأوروبا من خارج الاتحاد، تليه جنوب إفريقيا والبيرو. كان لهذه الأزمة تأثير طفيف على قيمة صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الصادرات المغربية نحو 1.925 مليار يورو عوض ملياري يورو في نفس الفترة من العام الماضي. الفلاحون الإسبان يحاولون الضغط بكل السبل على حكومتهم للتقليص من الواردات المغربية. الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية أبدت قلقها من الهجمات وأكدت أن المزاعم لا أساس لها من الصحة.